السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور رمضان خير في فيديو جديد. فيديو النهاردة في قناة معلومة من الصيدلية عن أفضل كريم أو معجون أسنان لتفتيح الأسنان. طبعا معروف إن معظم كريمات أو معاجين الأسنان الموجودة في الصيدليات هي معاجين للعناية بالأسنان والحفاظ على الأسنان من التسوس والكلام ده كله، ولكن هل في معجون أسنان لتفتيح الأسنان يكون مفعوله سريع جدا ويكون مخصوص في الكلام ده، يكون معمول عشان كده؟ أيوة فيه. هو معجون أسنان ديبرودنت، اللي خلي بالك استخدامه مش برضو عادي زي استخدام معجون الأسنان بتاع العناية. هو ليه طريقة استخدام خليني أقول لك عليها، وده هيبقى مكتوب على العلبة بوجه عام، ولكن هي دي العلبة ديبرودنت أو هتظهر صورتها ديبرودنت معجون أسنان لتفتيح الأسنان. خلي بالك بقى على حسب درجة سواد أو اسمرار الأسنان عندك، ولكن هي تقريبا كلها طريقة واحدة، وهي غسيل الأسنان مرة واحدة في الأسبوع. غسيل كويس محترم مرة واحدة في الأسبوع. لا إيه بقى؟ إيه السبب؟ وإيه اللي بيخليني أرشح ديبرودنت؟ وليه اللي بيخلي كل الناس بتقول إن هو فعلا بيجيب نتيجة؟ إن هو بيعمل إن هو بياكل الطبقات اللي على الأسنان الخارجية أو الأسنان القايمة. هي دي السر في التفتيح، وهي دي السر في طريقة استخدام مرة واحدة، لأن أنت لو استخدمته بشكل متكرر مرتين ثلاثة في الأسبوع هتبص تلاقي أسنانك انبرت ما بقتش موجودة. عشان كده هي مرة واحدة في الأسبوع لمدة أسبوعين ثلاثة، واركن وبعد كده ابعته واستخدمه تاني. أول ما تحس إن أسنانك يعني بقت كويسة ومناسبة اركن خلاص، ما تستخدموش. زي ما قلنا هو بياكل طبقة الانيما حرفيا، فأنت في غنى عن إن أنت تيجي تفتح أسنانك ما تلاقيش أسنانك. أسعار كويسة، مفعوله ممتاز، فرشة نظيفة، معجون ديبرودنت مرة في الأسبوع أسبوعين ثلاثة هتلاقي، أو ممكن أول مرة كمان تلاقي إن الدنيا بقت معاك تمام جدا. وهي دي كانت معلومة النهاردة، وهو ده كان فيديو النهاردة، فيديو بسيط سهل جدا. يا ريت لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشترك معايا لسه، هنبقى نشوف بعض كتير إن شاء الله. ويا ريت لو في أي سؤال سيبولي تحت هجاوبك إن شاء الله. أشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.